مع السلامة، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله الناس الكل يتبع فينا بألف خير. ان شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم ويرضي عليكم والديكم يا الله يا كريم. وش خير مرضاية الوالدين، ان شاء الله ربي يرضي علينا والدينا الناس الكل. معاكم منيا من فنلندا. الوصفة متاعنا اليوم عيادي وسنين دايما، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يبقى عليكم من ستر الناس الكل. الوصفة متاعنا اليوم ان شاء الله باش تكون كعابر اللوز ولا كعابر كرتاج، كذلك باش نعملوا مع بعضنا حلو تمر من اروع الوصفات اللي تجربوها لتقوية المناعة اللي عندهم هشاشة في العظام. صدقوني بنينة على الاخر. نبداو على بركة الله بكعابر اللوز. قبل باش ناخذوا لهنا 200 غرام فقط لوز، معناها مانيش باش نستحقوا كونتيتي كبيرة، هذيك علاش ننصحكم باش تجربوا الوصفه هذه، ماهيش مكلفه حتى طرف. باش نستحقوا لهنا 50 غرام سكر بودره، باش نستحقوا لهنا ماء الورد ولا ماء النسري اللي متوفر عندكم في الدار، باش ناخذوا لهنا السكر حبيبات، باش ناخذوا لهنا اللون الاحمر واللون الاخضر. باش نستعمل المره ذي اللون الاحمر، هذا شريته جديد كما قاعد تشوفوا اللون نتاعو يكون فاتح شويه. المره الاخرى عملتهم جاو غامقين على الاخر. ناخذوا صحيفه تكون نظيفه، باش ناخذوا لهنا الصفايه، وماذا بكم اللوز تغربلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا اللوز كيفاش يكون بودره، نغربلوه كما قاعدين تشوفوا كيفاش يكون ناعم. يلزم يكون ناعم بالشكل هذا، يلزمكم تغربلوه باش هاك الشوائب كلها تتنحى. تويكا باش ناخذوا السكر زاده كيف سكر بودره نغربلوه. بسم الله. كما تشوفوا هذا كيفاش يكون، هذاك هو اللي عملكم حبيبات في وسط الكعابر نتاع اللوز. غربلنا اللوز لهنا وغربلنا السكر بالكدا باش ناخذوا لهنا اسباتو ولا تاخذوا مغرفه اللي تحبوا نتوما، تحاولوا تخلطوهم بالكدا. ضروري الخطوه هذيا باش السكر واللوز يتخلط مع بعض. باش نحي اسباتو لهنا وباش نعمل بدايه بالشكل هذا. ضروري تخليو السكر واللوز يندمج مع بعض. باش نهبطوا كما قلت لكم ماء الورد ولا ماء النسري اللي متوفر عندكم في الدار، وتردوا بالكم في الخطوه هذه. نهبطوا بشويه بشويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهبطوا ونخلطوا لين تتلم معانا عجينه. مازال ما ولاش عجينه، باش نزيدوا شويه ماء ورد. كما تشوفوا لهنا نمشيو بشويه بشويه. نعاود ونقول لكم تهبطوا ماء الورد ولا ماء النسري بشويه. ما عادش باش نزيد حتى شيء. تكون عندي عجينه كما تشوفوا لهنا. كي تعملوها بيديكم بالشكل هذا تتحصلوا عليها عجين. كما تشوفوا كيفاش تكون، وكما تشوفوا الكونتيتي اللي خذيتها صغيره، معناها في متناول الجميع. كلنا قادرين على 200 غرام لوز. وهذه هي العجينه كيفاش نتحصلوا عليها. كما قلت لكم ما تكونش يابسه وزاده ما تكونش طريه على الاخر. ناخذوا عجينه اللوز نتاعنا وباش نحلوها بالشكل هذا. باش نقسموها على 3 بالعين، شيء طبيعي كما قاعدين نشوفوا لهنا. باش نعمل كيما هكا كما تشوفوا كيفاه كما قلت لكم بالعين. باش ناخذوا الكعيبات نتاعنا نكعبروهم بالشكل هذا كما تشوفوا كيفاش. لهنا كما قاعدين تشوفوا عملتهم بالعين، وانتم شيء طبيعي كما قلت لكم تلقاو كعيبه مثلا اكبر من الاخرى تزيدوا في معناها في الصغيره. باش ناخذوا تويكا 3 صحيفات. هذه الصحيفه الاولى نحطوا فيها كعبوره هذه، وناخذوا صحيفه واحده اخرى نحطوا فيها هذه. كما تشوفوا لهنا عملنا 3 صحيفات باش نحطوا زوز فيهم اللون وواحده باش نخليوها لونها الطبيعي. كما تشوفوا لهنا باش ناخذ على طرف المغرفه باش نعمل بالشكل هذا. ها ما حشيش باللون نتاعها باش يكون غامق، حشي باللون باش يكون روز شويه كيما تاع تونس. باش ناخذ لهنا اللون الاخضر، ناخذوا اللون الاخضر قبل، وباش نحاولوا ندمجوا بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا. كما قلت لكم ماذا بكم اللون يكون فاتح. ندينا بالشكل هذا لين نتحصلوا على اللون اللي حشنا به. اذا كان حسيتوا اللون فاتح برشا تنجموا تزيدوا شويه معناها من اللون، خليوها على شيره
الهيو تويكا بالاحمر. لهنا حاجتي باللون باش يكون راز شويه، ما حاجتيش بيه باش يكون احمر. حاولوا ندمجوها بشويه بشويه بالشكل هذا. حاولوا تنزلوا عليها بالشكل هذا، تخدموها كيما هكا لينك اللون هذاك الكل يدخل في العجين. كما تشوفوا لهنا اللون كيفاش يكون. عملنا لهنا الاخضر كما قلت لكم. الالوان المره ذي عملتها فاتحه. نبداو باللون الطبيعي ونعملوه بالشكل هذا باش نحلوه كما هكا، ونحلوهم الكل بطريقه متساويه. كما تشوفوا لهنا كيفاش حليتها، نحلوهم الكل بنفس الطريقه وفي نفس الحجم، لان من بعد باش نقصوهم باش يسهلوا علينا. ناخذ الكولور الثاني اللي هو الاحمر كيف كيف، ونحاولوا نخليهم متساويين الكل كبعض. نوسعوا بينا لهنا، نحطها بحذاها كيف كيف نفس الطريقه نتاع الخضره. زاد طريقتها سهله كما قلت لكم، لا عسل ولا شحور ولا حتى شيء، صدقوني وتجيكم حويجه بنينه على الاخر. تاخذوا مسطره لهنا كان تحبوا وتنجموا تستغنيوا عليها وتعملوا بالعين. كما لهنا 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر تطيح لهنا بالضبط كما قاعدين تشاهدوا بالعين بالشكل هذا كما قاعدين تشاهدوا. بالعين حكرنا 2 سنتيمتر وننزلوا عليه. متكبروهمش برشا باش ما يكونوش كبار، نمشيو معاها بشويه بشويه. لهنا تنجموا تاخذوهم بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا لهنا، تعملوهم كما هكا. تنجموا تاخذوا زاده تكعبروهم كما هكا مثلا بالشكل هذا كما قاعدين نشوفوا. الطريقه سهله على كما هكا. تحطوا 3 كعبرات بحذا بعضهم كما هكا، ونحاولوا نلموهم كما قاعدين تشوفوا الكعيبه كيفاش تكون. تنجموا تعملوهم بالشكل هذا، معناها تدوروهم الكل، وتنجموا زاده تعملوا بالشكل هذا كما قاعدين تشاهدوا. تعملوا كما هكا، تدوروهم كما هكا. وهذا هو الشكل نتاعها كيفاش تكون. كل كعبه نخدموها نحطوها في السكر كما تشوفوا لهنا. الطريقه هذه تعجبني برشا، انا نعملوها كما هكا. كعيبات الاخرين زاده نعملوهم كما هكا. ونحاولوا ندورهم. الطريقه هذه سهله ومزيانه. كل كعيبه تخدموها نحطوها في السكر. تحاولوا تبسوهم بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا الوسط نتاعها بالضبط، باش نحطوا لهنا شويه بيستاش. هذا هو الشكل نتاعها. ناخذوا لهنا كعيبه البيستاش ونعملوا لها هكا. وهذا الشكل نتاعهم النهائي بعد ما حطيناهم في السكر. حطيت لهنا شويه بيستاش فوقهم، تنجموا تستغناو عليها الخطوه ذي، اما تعطي هكا منظر مزيان وحلو. حويجه بالحق بنينه للضيافات نتاعنا. كما تعرفوا في العيد يجونا الاهل والاصحاب، معناها حويجه بنينه تتقدم وسهله وما تتطلبش برشا. باش نعملوا لهنا الحلو التمر. حلو التمر ناكد عليه راهو من اروع ما تجربوا، الكل منافع، خصوصا نهار كامل واحد يبدا صايم ما ياكل حتى شيء. وخذيت لهنا كما قاعدين تشوفوا زوزه بفريوه مخلط، خليوه يتعرج شويه وخليوه يرتاح شويه، ومن بعد كي نرحيوه باش نهبطوا بشويه بشويه الفاكهه نتاعنا باش نرحيوها تويكا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحينا الفاكهه الكل كما قاعدين تشاهدوا. ناخذوا لهنا التمر نرحيوه زاده. الطريقه راهي موجوده، تنخليه لكم في صندوق الوصف باش ما نطولش عليكم الفيديو. نفس الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. نهبطوا لهنا العسل، مغرفه كبيره عسل لهنا باش نهبط. نخلطوهم بالكدا بالكدا لين كلهم يتجانسوا مع بعضهم. طريقه سهله على الاخر كما قلت لكم، راهو الكل منافع. واذا كان حسيتوا الخليط نتاعكم جاري شويه تزيدوا شويه فاكهه. باش نجيو لهنا ناخذوا نكعبروهم بالشكل هذا، باش نجيو نحطوهم في نواه كوكو نفس الطريقه كما قلت لكم نتاع المره الاخرى. تنخليه لكم في صندوق الوصف بالتفاصيل.
نجيو لهنا نعملوا نقيبة صغيرة، والنقيبة هذيك الصغيرة هي اللي باش نحطوا فيها الشوكولاتة البيضاء ونحطوا فيها كعيبة بيستاش للزينة. هذه وصفتنا كانت اليوم، ان شاء الله تكون نال رضاكم واعجابكم. عملنا كعابر اللوز اللي هي كعابر كارتاج، وصفه سهله وبسيطه ومتطلباتها كما قلت لكم مش مكلفه. عملنا حلو تمر بطريقه سهله على الاخر ويجيكم ولا اروع. بالنسبه لوصفه الحلو تمر انا ما نستغنيش عليه، واحده تقنعكم نهاير كامل وحويجه بالحق بنينه لتقويه المناعه. كما تعرفوا رمضان كامل واحنا صايمين، حويجه بالحق تستحق واحد باش يجربها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات اللي قدمتها لكم. ما بقاني كان باش نقول لكم بوسه كبيره، عيدكم مبروك الناس الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر وربي يحنن قلوبكم على بعضها. الى اللقاء فيديو اخر على قريب ان شاء الله. الى اللقاء.